السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم حلقة جديدة من حلقات شاهين شو كاست. النهاردة لو عايز تسمع عن السفر، عايز تسمع عن ناس أكتر سابت هندسة، وده تقريبا اللي احنا بنعمله من أول ما بدأنا شاهين شو كاست. مش عارف ليه ايه السر بنأتراكت الناس اللي سايبين هندسة بس. وطبعا علشان لو أول مرة بتشرفنا بمتابعتك لبرنامج شاهين شو كاست، فأنا اسمي أحمد شاهين. أنا شغال في التدريب والتطوير والكوتشنج بقالي تقريبا أكتر من 14 سنة. عندي مدرسة لتأهيل الترينرز، خرج منها أكتر من 1000 ترينر النهاردة. ويعني أكتر من بروجرام منهم لتأهيل الموظفين، رفع مستوى الإنتاجية والصحة النفسية وغيرها. ممكن تلاقوا بقى تفاصيل عن البرامج التدريبية اللي احنا بنعملها تحت الفيديو. النهاردة حلقة خطيرة جدا ما ينفعش تفوتوها. يلا بينا. عايز تكون ناجح، تغير حياتك، اسمع قصص نجاح، تعلم من أخطاء الناس. أهلا وسهلا بكم شاهين شو كاست. يعني مهم ان احنا نعرف الناس إن ناتشل كده بسرعة مين محسن يعني. تمام. انا محسن أهلاً احمد محسن. وسهلاً. الناس كتير بتفتكر ان أنا اسمي محسن زي احمد محسن، بس أيوة. هو معروف محسن حلو او جدا. محاميحو كله. محاميحو جامد. انا بعمل ايه انا حاليا؟ او انا حاليا دلوقتي بعمل فيديوهات عن السفر وفيديوهات عن الاكل. نشجع الناس على السفر، نوريهم العادات والتقاليد المختلفة حول العالم. والاكل الاكل بقى يعني اما اكل في السفر، يا اما اكل مثلا في مصر، المطاعم المشهوره، الاكلات الجديده، الحاجات اللي الناس تجربها. حلو قوي. ولو ليه علاقه بالسفر، الاكلات بقى الغريبه والمختلفه حول جامد. العالم. جامد. في الاول بقى انا اصلا كنت دارس هندسه معماريه وخلاص. سنه واحده طب. قعدت شغال مهندس. كنت باخد في الاول 1500، وبعد كده بتاخد تقريبا 2000 ونص حاجه كده، وخلعت. اوكي، حلقة ما ينفعش تسمعوها. اي مهندس يعرف مستقبله فين. بتهيألي من اوائل الحاجات اللي حابب نتكلم فيها حوار هندسة ده، لان يعني هو ده مرض العصر تقريبا، انه بتهيألي هو في ناس كتير في هندسه، يس. فبتحس ان كل المهندسين بيسيبوا الشغل، بس هو عشان يمكن احنا في كتير مننا قوي موجود. لا بس على يعني. فكره ده يعني انتوا اكتر ولا بتوع تجاره زي حالتي؟ انا خريج تجاره انجلش، فبرضه تجاره اعتقد تجاره طبعا اكيد اكتر. قولا واحدا طبعا. الناس اللي جايبه مجموع قليل زي حالتي كده. انا بالنسبه لي على فكره كنت خدت تجاره، كنت مبسوط جدا فعلا. ما انا شغلي كله كل يوم تجاره. فبالنسبه لك كانت التجاره اوقع، بس انا اتعلمت في هندسه كتير قوي، بالذات الهندسه المعماريه. طب انت دخلت هندسه ليه اصلا؟ عشان اهلي. والله. انا كنت اصلا ميكانيكا في الاول. اوكي. فشلت بقى فشل ذريع. خالص يعني. كنت بتسقط وتشيل مواد يعني لهذه الدرجه؟ الفيزيكس والماث كانوا بعبعين في حياتي. طبعا عمال بعيد فيهم. الفيزيكس الصراحه عديته، بس يعني ما شجعش حد يعمل كده، عديته بمجهود اللي جنبي يعني. ده اللي خلاني اعدي فيزيكس 1. فيزيكس 2 بقى رحت للدكتور بتاع الفيزيكس، قلت له بص انا واحنا في نص الترم بقى، هو داخلين على امتحانات اللي هو الميد تيرمز بتاع. قلت له بص انا مش فاهم اي حاجه. برافو. ومفيش حد قاعد جنبي يذاكر. كده احنا هنروح. قال لي طب انت ايه اللي مدخلك هندسه اصلا؟ قلت له والله اهلي عايزين نخش هندسه وبتاع، وانا قال لي يعني انت مبسوط؟ قلت له لا مش مبسوط. قال لي خلاص لو مش مبسوط سيبها واعمل اي حاجه تانية. انا ما توقعتش الرد، توقعت اقول لي مثلا بقى اقعد مع مين يشرح لك، اقعد مع. قال لي لو سيب هندسه اصلا من بابه. هو حس ان انا مش ما ينفعش ابقى مهندس ميكانيكا فوق يعني في نظره يعني شاف المستقبل. قلت له شكرا يا دكتور. الموضوع ما خدش دقيقتين واحنا واقفين يعني. عظيم. قمت لافف كارير ادفايزنج ان ناتشل كده في ثانيه، في 3 ثواني. هو مش كارير ادفايزنج، هو يعني لحقني قال لي اعمل اي حاجه تانية، ما قاليش حتى اعمل ايه. وانت سمعت كلامه على طول؟ في ثانيه انا لفيت رحت عملت دروب للميجر كلها، يعني الهندسه كلها، وقعدت بقى ادور بقى اروح فين وبتاع. صدفه بقى ان كان في هندسه معماريه. فقعدت مع حد قاعد يشرح لي برضه هندسه معماريه دي عباره عن ايه. انا مش فاهم طبعا ايه هي اصلا هندسه معماريه دي. من الاول بقى احنا بادئين من الاول، او انه يشرح لنا ايه اصلا القصه. بس انا بقول لك انا دخلت هندسه ازاي، اخترتها ازاي يعني. لا افتكرت انا دخلت ازاي. انا دخلت هندسه انا ما كنتش عارف اخش كليه ايه. ففي الجامعه عندنا دخلت بقى اللي هو زي الفهرس بتاع الكليات كلها. فمن اول الحاجات كانت اركيتكتشر انجينيرنج، عشان ايه فاهم. كنت في اول قلت ايه ده حلو اركيتكتشر دي، شكلها رسم وبتاع.
وانجينيرنج يبقى ماما بابا مبسوطين. يا سلام، نلاقي نفسنا ما بين الاثنين. حلو قوي حلو كده، أوي. دي فن وانجينيرنج. سالت وبتاع قشطه مجموعك ينفع تخش انت كنت جايب كام اصلا في الثانويه العامه ساعتها لو تفتكر؟ يعني تسعينات طبعا، احنا كده بنتكلم في التسعينات اكيد. كان امريكان اصلا، انا كنت أوكي. اي جي امم وفشلت. ودي يا جماعه الهايلايت دي بس حطوها لنا آه. معلش بعنوان قصه نجاح التعليم في لا انا في مع التعليم محسن. عشان كده على فكره انا ما بهزرش أنا في التعليم. تعرفي عشان كده والله انا يعني في حاجات بحب الناس تاخد بالها منها، ان هو لو انت مش شاطر في المدرسه او الجامعه مش معناه انت فاشل في حياتك كلها، يعني هي في حته معينه يعني. بس ده Yes. موضوع تاني ممكن نبقى نتكلم فيه. نايس. كنت اي جي وبعد كده فشلت فرحت امريكان. انت خلاص من ميكانيكا هندسه معماريه بقى، خلاص انبسطت بقى. بقى قوي بقى. لقيت نفسك. يعني لقيت دماغي، بس يعني ايه، انا كنت بحب مثلا، يعني انا كنت من الناس اللي هي مثلا عندك السنه كلها انا مش موجود. برافو. بنلم في اخر اخر بقى شهر في الترم، يعني اخر شهر في الترم اعتكاف بقى في الجامعه، قاعد بقى بعمل البروجكتس كلها ورسومات والفن برافو. اجيب مثلا بي ولا سي ولا حاجه، برافو. فالافريج بتاع الترم كله يبقى مثلا سي او بي، يعني اجيب Good ايه بس. مثلا، فمع السيهات التانية فالافريج يبقى او مع الديهات التانية بالافريج يبقى سي بي بتاع. جميل جميل. نجحت بقى كده مالكوش توتال دعوه بقى طبعا، الافريج. الناس اللي بتذاكر مالهاش دعوه باللي محسن بيقوله ده. محدش يمشي احنا ورايا، يمشي ورايا يلبس في الحيط. الجي بي اي كله كان 2.7 بقى في الاخر بعد ما اتخرجت. ده حلو 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 قوي. انت بقى خلاص يعني انت اتخرجت مهندس، اشتغلت شويه؟ اشتغلت تابع مكتب كده، كنا بنروح نشطب شقق واقف مع العمال جميل. وده انا ممتع؟ حسيتوش ممتع الصراحه خالص. والله ما حسيته ممتع، حسيت ان انا يعني مش انا، يعني مش شخصيتي، وانا مش فاهم حاجه اصلا. يعني الجامعه ما علمتناش يعني ايه مثلا تتكلم على تفاصيل التشطيب بالعربي مثلا بطريقه الصناعية. بالظبط. مم. انا مش عارف، انا عارفها بالانجليزي صح. بس، دي فمش مش عارف اقول موجودة له ما فاهم، مش فاهم حاجه الصراحه. وكنت باخد 1500 ولا حاجه، فيعني الموضوع ما كانش مجزي خالص. وكان الشغل في الدور العاشر ومفيش اسانسير، فكنت قاعد طالع نازل لما فانا بشقى من 1500. يعني لو يعني المفروض اخد 1500 دي عشان اطلع بس. بس يعني سبتها ورحت بقى شغل تاني وبتاع. قال لي بص، قال لي انت كنت بتاخد كام؟ قلت له 1500. قال لي طب انت جامعه ايه؟ قلت له اي سي. قال لي طب خلاص انت كنت اي سي، هنخليها لك 2500. قلت له والله يلا بينا. لا بالظبط. قال لي، قلت له 2000 قلت بقى زود بقى بدل 1500. علي عليه بقى، علي عليه. قلت له 2000. قال لي خلاص انت اي سي اعملها لك 2500. سلام. وافقت طبعا. طبعا انت اصلا كان حلمك 2000 يعني. انت ما انت برضه جاي من الدور العاشر، موضوعك صعب قوي. هو كان عنده في الدور الثالث مثلا، فده فده في الارضي بقى، فانت عشان ده كده طلبت مكتب 2000. مكتب في الارضي، يعني ما كنتش بطلع سلالم وقاعد في التكييف ملك والله. واخد 2500 زي الفل. الكلام ده في 2013 مثلا 2014. اوكي. بس كمل بقى. اشتغل وبعدها انا بقى كان زهقت بقى من هندسه في ال9 شهور اللي فاتوا دول مثلا. زهقت خلاص من الشغل اصلا، وحاسس ان انا يعني في حاجات تانية ممكن اعملها، ممكن ابقى شاطر فيها اكتر من هندسه يعني. غير طلوع السلم. غير طلوع السلم بقى الدور الارضي تعبتونا. فحبيت بقى افتح شركه مره واحده. ده قرار عظيم. ده قرار. انا كنت اصلا يعني شاطر في الجرافيك ديزاين وفي اللوجوز، وبقعد اقعد العب مع نفسي كده من ايام الجامعه بقى. ما هو اركيتكتشر دي كلها ايه، رسومات وديزاين، رسومات وديزاينز وفوتوشوب والاستريتور وبتاع. فانا كان ايدي في الموضوع ده، وكنت بدات اعمل بقى لوجوهات مع نفسي، اعملها لحد من صحابي بتاع. والله جامد. فقلت خلاص انا هفتح زي شركه صغيره كده، اعمل بقى براندنج ونعمل سوشيال ميديا بقى مانجمنت والبوست والديزاينز. وانا اصلا بصور من زمان، فشكرا صباح الخير. فحسيت ان انا الشركه. ايوه صح والله. حلو قوي. الشركه حلو. فعملتها. وفي نفس الوقت كان في شركه سياحه برضو مع ناس صحابي كانوا بيفتحوها. دخلت معاهم هما الاثنين وسبت الهندسه. كنت في شركه السياحه دي شويه، وحصلت مشاكل، مشيت من الشركه وركزت بقى في الشركه بتاعتي اسمها ميكروفونك. وقعدنا مثلا 5 سنين بقى. 5 سنين براندنج وبتاع وديزايننج وحركات. وبقى في مكتب وفي ناس شغاله معايا، وبقينا تيم وحركات كده.
انت هنا بقى خلاص، ده انت كده سبت هندسه بقى ده انا كده انا مش مهندس انت خلاص. شكرا خلاص يعني انت هنا سبت هندسه وفتحت شركه مايكروفونك، مم. وما كنتش ندمان ان انت عملت كده؟ لا طبعا ما بندمش على حاجه الحمد لله يعني. اي قرار باخده ببقى هو انا شايف ان ده الصح ساعتها يعني. خلاص انا عارف، بس بتوع هندسه بيبقوا ذاكروا 5 سنين وبتاع، فايه انا بيبقى 8 الموضوع؟ سنين. مم؟ 8. معيد حضرتك الاستاذ امال ايه معيد. امال ايه؟ لا بجدارة اي حاجه احب اتقنها للاخر. الله. اه فيو انا كنت ماستر ميكانيكا في الهندسة. الاول، بعد كده هندسه، وبعد كده تجارة في النص. قعدت عدت شويه يعني. كنت باخد، ما كنتش بسقط كتير، انا سقطت مثلا 3 مرات مثلا ولا حاجه، ما اعرفش ده كتير ولا قليل ده يعني كويس. بالنسبه للناس. 8 سنين حضرتك. 8 سنين سقطت فيهم 3 مرات، ده انا جامد. بس كنت ايه، ما باخدش المواد كلها في نفس السنه، كنت بوزعهم عشان اقعد اكتر في الجامعه. انت كنت حابب تتعمق في جداً. الديب ليرنينج في الحاجات. خالص. كنت حابب الاجازه الكبيره والله بجد. الاجازه الكبيره دي بتاعت الجامعه، 3 شهور دي والشهرين بتوع كنت بسافر فيهم بقى. انت كنت ممكن تتخرج يا محسن وبعدين تاخد ما أنا اجازه لو حياتك اتخرجت كلها. المسؤوليات هتبدا، خد بالك بقى. ياه، ده بعد نظر أمال مرعب. إيه؟ ده طبعا. انت خضتنا انا شخصيا. والله لو خلصت جامعه يبقى هدور على شغل بقى، وهفضل قاعد وعندي 20 يوم في السنه اجازه. طبعا. خلاص الجامعه دي اللي في الجامعه دلوقتي دي فرصتكم ان انتوا تنطلقوا حسبي وتعملوا الله كل ونعم اللي انتوا الوكيل. نفسكم فيه. حسبي الله والله ونعم بجد. الوكيل فيك يا محسن. والله بجد هبوظ الجيل. طبعا. بس الاجازه دي بقى كنت بقعد احوش السنه كلها، واخد مم. الاجازه دي اطلع بقى اسافر بقى في اي بلد. طب حلو قوي. وهي بدات يعني، انا كنت بحقق بقى حلم السفر بقى يعني. برضو بقول لك السفر بدا منين كمان يعني. طب ما احكي لنا كده، انت القصه بتاعت السفر اصلا بدات يعني انت ميكروفونك قعدت 5 سنين بعد الجامعه، اه وبعدين بدات قصه السفر ازاي، من الجامعه ولا بعدها؟ اول مره يعني سافرت وبدات حياة القصه جت السفر. منين؟ انت بتحب السفر اصلا في الطبيعي ولا انا انت بحب السفر، بس كنت طول عمري سافر جوه مصر لحد اسكندريه 2007. جمصه بتاع كده؟ بلطيم، أيوة. في فيديوهات في بلطيم على فكره. بس ما اكتشفتش بره مصر. مش بقول ان مصر حلوه ولا وحشه، انا بس بقول ان ما طلعتش بره. مختلفه. لما تيجي تسافر بره، سواء انت في اي بلد دلوقتي بتروح بلد تانية، اكتشاف، تحس ان انت يا فندم مش ركوبة عايش. الطيارة بس وجبة الطيارة طياره والله بحبها قوي. ساعات بطلب منها 2. المهم احنا كنا فين؟ السفر بدأ منين؟ السفر في الجامعه انا كنت بطول، باخد أوكي. مواد اقل، وبشترك في انشطه كتير جدا يعني. في مثلا ترمات كانت بتعدي، كنت مشترك في 7 انشطه، بديزاين حاجات في مجله الجامعه، بماسك حاجه في اركيتكتشر اسوسيشن عاملينها في الجامعه، اللي علاقه بالديجيتال مانجر بتاع حاجه، جميل. بعمل حاجات بقى مثلا الديزاينز، البوسترز بقى اللي هتعلق في الدور بتاعنا، حركات دي يعني. فانت هندسة بس كان في أنشطة كتير. وفوتوغرافي بقى مثلا حاجه تبع الفوتوغرافي ماسكها، وبنزل اصور يعني. كنت منتشر في الاكتيفيتيز بتاعت الجامعه. جامد. منهم بقى فولكلور، استعراضات فولكلوريه مصريه. الله. جامد. جلابيه في بقى رقص وعم وعصيان اوبا. واستعراض. من الجماعه دول بقى كانوا بيسافروا العالم. اوكي. كانوا بيتمرنوا مثلا السنه، وفي اخر السنه تبقى في سفريه لبلد معينه، جامد. تروح بقى تستعرض قدام جمهور مهم. مش فاهم اي حاجه طبعا، بس مبسوط بالزيطه والزنبليطه والايه والحركات والجلابيات والشقلباظات. انا بقى بالنسبه لي سفريه ببلاش طبعا. وده اصلا السبب الاولاني انا اساسي ليه اصلا دخلت في الفولكلور يعني، عشان سفريه ببلاش. جامد. بعد كده حبيت الفولكلور، قعدت فيه مثلا 7 سنين ولا حاجه. حلو قوي. بس فهي بدات من هنا. دي كانت اول مره بقى اسافر، واحد صاحبي قال لي لا لازم تسافر وتيجي وتشترك وبتاع، فسافرت. ومن ساعتها كل سفرياتي بقت بره. اوكي. فالقصة بتاعت السفر بدأت من ستودنت اكتيفيتي في الجامعة بالظبط. اصلا. حلو. انت كنتش تعرف ان انت ممكن تطلع بره وازاي؟ مش عارف اصلا، كنتش حابب اساسا اسافر بره. اسافر بره ليه؟ ما انا اسافر هنا، ما جوه هنا واطلع هو الساحل بلدنا واطلع حلوة. السخنه وجمصة فيوم وبتاع. الفيوم جميله وهي جميله فعلا، جدا صراحة. بس في اكتشافات في عالم تاني بره العالم اللي احنا فيه. روعة. انت اول سفرية سافرتها فين؟ كانت في بولند. بولندا. عظمة. بولندا كانت اول مره نروح نتابع فولكلور، نروح نستعرض هناك برضو. حركات بقى وستيج وناس بتتفرج وكوستيومز بقى، تلبس بقى جلابيات مختلفه في استعراض مثلا اسكندراني والبورسعيدي والما اعرفش الصعيدي، حاجات كتير قوي. ممكن ابقى نحط شويه صور هنا وممكن نشغل اغنيه بتاعت جسمي، لا اللي هي أيوة. الصعيدي وبناخد لا كانت لسه دي ظهرت. الكلام ده في 2007.
احنا اكشلي كمان لو في صور لوقت في الحته طبعا. بس الفولكلور الزنا مفيش اكتر منها. عندك صور كتير. جامد جامد. السفر انت دي كانت اول سفريه، وطبعا كنت محوش لها برضو اكيد صح؟ يعني بتاع بولندا دي كانت ببلاش تبع الجامعه. تبع الجامعه. فضلت قد ايه تسافر ببلاش بقى؟ يعني سفريه الفولكلور دي كانت كل سنه. فده سفريه كل سنه ببلاش. كانت تبع فولكلور كانت كل سنه. حقك تقعد 8 سنين في الجامعه يا باشا. امشي ليه والله بجد امشي ليه. قاعد مبسوط وبتاع واكتيفيتيز وقاعد مع ناس واصحابه. طبعا في اجيال عدت من تحتي طبعا بقيت نجم وما يعني مقتنع برضه حاجز مدتين. بس يعني ساعتها كنت مقتنع ان هو مفيش حاجه هتفوتني. يعني مثلا لو انا عندي عارف يعني فرق السنتين 3 مثلا اللي فاتوني دول فاهم، وانا عندي 60 سنه ولا 70 سنه 3 سنين في 70 سنه دي ولا حاجه مش حاسس بيهم. سافرت 3 سفريات بيهم بره مصر وبتاع كل سنه بقى. انت عندك اكتر من 3 كمان. سافرت كم مره وانت في الجامعه؟ كتير يعني. كنت بقول لك كل اجازه كنت بحوش ان انا اطلع اسافر بره. والسفريات بره دي ممكن اروح كذا بلد. اوكي انت لوحدك بقى فالدنيا خفيفه وبتاع حلو قوي. فضلت تحوش برضو بعد الجامعه بقى، كملت سفر وفضلت تحوش وتسافر صح؟ ده كان سؤال مهم بقى. السفر عادة بيبقى عندنا كلنا الناس اللي بتحب السفر يعني بيفضل فترة كده علاقة حب من طرف واحد عارف. يعني انا بحبك بس انا مش عارف اروح لك يعني عايز مكلف يعني هفضل احب السفر اتفرج عليه في الصور. طب امتى هنسافر؟ علاقة توكسيك. فازاي يعني هل انت لسه برضو يعني عشان الناس تخرج من الحتة دي تعمل ايه اللي عايز يبدأ يسافر ويبقى الناس بيبقى عندها الناس بيبقى عندها خوف. انا بشوف يعني خوف للأنون. هو مش عارف اصلا هيروح يعمل ايه مش عارف هروح ازاي. واسئله بقى في النص بتيجي عندهم حق بس هي سهله. اللي هو مثلا طب انا لما هوصل المطار هروح الاوتيل ازاي؟ انا مش عارف حاجه ومش عارف اللغه ومش عارف. فهي لما هي اول سفريه تطلع مع جروب تطلع مع ناس تطلع مع حد فكت اللعنه تشوف بقى الناس بتتصرف ازاي بره. بس تلاقي الموضوع سهل وجميل وبسيط كأنك ركبت من هنا رحت اسكندريه عادي عادي رمسيس لو سمحت اركب منين. والله ده بجد. وبعدين جوجل يعني توصل المطار في اي حته تكتب ازاي اروح الاوتيل او تتفرج على الفيديوهات بتاعتي مثلا فعل الجرس ده اندايركت ماركتنج جامد اصلا. فعلوا احنا بنقول في اخر الحلقه فعلوا الجرس هتلاقوا ازاي تتعاملوا. حلو قوي فكده يعني. طيب فالناس تبدا يعني دي النصيحه بتاعتك تبدا. بس انت عمرك ما هتعرف انت هتحبها ولا لا. يعني هتكتشف حاجه جديده بس اول سفريه بس اول سفريه محسن برضو بتبقى تقيله شويه يعني عشان كده تطلع مع جروب. اوكي اللي هو خايف خالص احسن حاجه شوف شركه سياحه بتطلع جروبس ولا حاجه لبلد معينه منظمه. عشان حتى برضو الناس عندها مشكله الاهالي بتبقى مقلقه خايفه البنات مثلا هتسافر لوحدها. فلما يكون شركه سياحه منظمه الدنيا كلها وعارفين البروجرام والاهل معاها كل البيانات والارقام تليفونات الشركه وكل حاجه تطلع سفريه تنبسط تكتشف ازاي ممكن تسافر وتشوف بقى تركز الناس بتعمل ازاي كده هتسافر لوحدك. امتى النقله بتاعت بقى ان انت خلاص السفر انا بسافر بس هنقله كونتنت بقى يبقى كونتنت؟ الفكره دي مشكلتي بقى اصلا. يعني حب للسفر اختلف. نوع الحب نفسه اختلف. بان الموضوع بقى بيزنس اكتر. يعني زي ما كنت بسافر عشان متعتي انبسط. ولما بدات تعمل كونتنت كان دلوقتي بقيت مضطر ان انا اسافر. مضطر ان انا لما اصور لما اسافر اصور. اوكي مضطر في ساعات بتبقى عايز تستمتع بالسفريه مش يعني بس مش من غير ما بس مش هيجي لك بقى نفس. لان انت هتبقى كل يوم بتعمل حاجه جميله مثلا في البلد تكتشف حاجه جديده تشوف ناس جداد. فهتبقى مستخسر ان الحاجات دي كلها بتروح وما بتصورهاش ما بتعملش بيها كونتنت ما بتشارهاش مع الناس اللي هي متابعاك اصلا وبتحب عايز تعرف بتعمل ايه وعايز تعرف. يعني انا بشوف افاده كبيره جدا برضو في الكونتنت ده طبعا بغض النظر ان هو بيزنس وفلوس وبتاع. يعني الناس اللي بتنبسط ومتابعه وعارفه الكلام ببقى عايز اوريها برضو انا بشوف ايه انا في واحد متابعه طول الوقت ناشونال جيوغرافيك مش فاكر اسمه ايه عامل سيريز كامله 5 سيزونز بيسافر بلاد. بس انا اعتقد واحده من النصائح دايما اللي بندردش فيها مع الناس لما بتحس
الحته دي، ان انا ابقى بقدم كونتنت سواء تعليمي سفر حاجه، وبقيت مع الوقت ان انت مش ممكن يجي على الواحد وقت، وده بيحصل لنا كلنا، اي حد بيقدم كونتنت مش لاقي نفسه. انا عايز اقعد، عايز استمتع بالمعلومه، مش بس بستمتع بيها وبحضرها عشان تطلع للناس. فحته من الحاجات اللي بتساعد قوي انك تجيب حد تو هاير someone يطلع معاك السفريه دي، يبقى قاعد بس ديديكيتد لانه يصورك ويمنتج لك الحاجات. يعني انت خلاص انت ستيل بتستمتع وفي حد تاني بيعمل الشغل. اعتقد دي من الحاجات اللي هي هتفرق ممكن معاك. تسهل، هي فعلا ممكن تسهل ان في تفرق حد معاك. يساعدني في التصوير. Yes. هو اوريدي في، يعني ممكن صحابي مثلا اطلع مع هادي مثلا، او اطلع مع حد من صحابي مثلا، أوكي. بنساعد بعض. يعني هو مثلا عايز يصور حاجه بس بساعده في التصوير وهكذا. أوكي. بس برضو فكره ان انت بتصور اصلا، عارف، فصيله شويه. بتفصلك عن المايندفولنس بتاعت ان انا اعيش اللحظه بقى نفسها يس. مع العلم ان انا بصور كل حاجه في حياتي من ساعه ما عملوا مثلا، من ساعه وانا عندي مثلا 4 سنين مثلا. واو. يعني انا ابويا علمني التصوير من وانا اول ما عرفت امسك الكاميرا. هو كان عنده كاميرا دي اسال كده، ولا مش عارف اسمها ايه، اللي هي القديمه دي اللي هي ايوه الفيلم ايوه دي. عارفها. وكان بيعلمني بقى ازاي تصور وازاي تظبط الاضاءه وازاي تاخد والفوكس والكلام ده كله. وانا فهو اصلا حبيت من الموضوع. فكل السفرات اللي بعملها او كل حاجه بتحصل في حياتي كنت بصورها. حلو قوي. اول التليفون اللي ما بقى فيه كاميرا، من قبل حتى ما يبقى فيه كاميرا يبقى فيه سجل صوت بس، كنت بسجل كل حاجه نايس. مع اصحابي واحنا خارجين. اي موقف كنت بسجله صوت، كنت بحب ادوكيمنت كل حاجه يعني. جامد. فهي اصلا بدأ الموضوع من زمان يعني. فمشكله بقى ان بتبقى مضطر ان انت تعمله مش عشانك بس، هو عشان الشغل وعشان اكل عيشك وعشان الناس بتتفرج وعشان المتابعين وعشان الريتش ما يقعش وعشان حاجات كتير قوي. دي مأساتي. بس انت السفر بقى يعني انت قعدت فتره انت اللي بتصرف عليه، فدلوقتي بقى هو اللي بيصرف عليك ولا ستيل بصرف عليه؟ عارف انت اللي هو علاقه توكسيك. في فترة طبعا، يعني في فترة كبيرة عدت كنت انا بصرف عليه. يعني من شغل بقى اللي انا كنت بعمله في الشركة بقى زمان، كنت بقعد احوش بقى من الشغل بتاع الشركة وبتاع، مع ان انا بعد ما سبت شغلي زمان بتاع الشركة تليفونك بقيت اعمل حاجات فريلانسنج كده في النص. فبرضو يبقى في فلوس من هنا او فلوس من هنا وبتاع، وبقيت اصرفها كلها في السفر. كلها يعني انا عايز اقول لك اصلا حاجة كمان، انا مجنون ساعات، أنا بعمل حاجات غريبه. انا الوقت اللي اتجوزت فيه هو الوقت اللي سبت فيه الشركه، نفس السنه. يعني عارف انت ده المفروض اكتر امتى تعمل كارير شيفت، الوقت المناسب لعمل الكارير شيفت. المفروض الواحد يبقى ماسك بقى في الحاجه اللي بتجيب له فلوس عشان طبعا اتجوزت بقى في مسؤوليه وبتاع. أيوة. بالعكس. بس انت اكيد كان معاك برضو سيفنجز او شويه فلوس محوشهم وبتاع. خلصوا. يعني انت وقت ما سبت الشغل، لا انت استنت قصه. انا كان كان محوش شويه، ماشي، بس محوش شويه ماشي، واتجوزت. تمام. في السنه دي بقى كفوك كام شهر الشويه صرفت بقى في السنه دي. انا مش فاكر كام شهر قوي يعني، بس في السنه دي يعني لو انا فاكر السفريه اللي خلاص بقى نزفت كل الفلوس. جامد. كانت في 2018 في اندونيسيا. جميل. قعدت شهرين هناك. خلصت رجعت بقى بنك فيه 200 جنيه. جميل. وساعتها سبت شغل؟ انا كنت سايب بقى الشغل بقى لي سنه او كام شهر يعني. اوكي. فدي كانت اول دروب بقى، اللي هو ايه، انا متجوز ومفيش فلوس. ايه بقى؟ قعدت بقى اركز بقى في مش في الفيديوهات بقى، طبعا الفيديوهات ساعتها ما كانتش بتجيب فلوس. يوتيوب. بقيت اركز بقى في الفريلانسنج بقى، ان انا فريلانس بقى مع شركات، اعمل لهم فيديوز، اعمل لهم اديتنج، ديزاينز بتاع، لحد ما الدنيا تمشي. انا عندي بقى بورتفوليو بتاع ميكروفونك بقى اللي هي الشركه. اوكي. فبعرضها وانا بعمل 1 2 3 وعشان الحق الدنيا يعني. حلو جدا، حلو جدا. بس فبدات اعمل كده لحد ما بدات الشغل بقى بتاع الفيديوهات ده يدخل يعني مبلغ شويه. حلو قوي. ومراتك استحملت معاك الشويه دول؟ هي بتشتغل، فهي برضو الموضوع ما كانش مأزم قوي يعني، في جبنه يعني وحاجات يعني عارف انت العيش موجود. كل حاجه زي الفل. اصلا وكده اصلا اهلي في الدور الخامس يعني، اسوأ الظروف يبعتوا لنا اكل بقى بتاع، فالاكل العادي ده اخر حاجه يعني. ودي مميزات اللي انت تتجوز في بيت العيله. اه على فكره انا بسالك شويه الحاجات دي، التفاصيل الصغيره دي بتفرق، لانه الناس ساعات بتاخد الكلام يا محسن مسلم بيه.
يقول لك اهو بص اهو فلان اهو ده قال اهو هو قال ده هو ساب الشغل وهو لسه متجوز فمش لاقي يصرف. يا حبيبي اعقلها، هتعمل كده ممكن تلاقي فعلا نفسك بتشحت ومش لاقي تصرف على البيت. اه ففي حسابات في يعني. حسابات وفي ناس لما تعمل اللي انت عملته ده تبانك على فكره. بالظبط. انا مشكله عندي برود مش يعني مش طبيعي والله بجد. انا مثلا ببقى حاسس ان انا عايز اعمل كده دلوقتي، فانا لو ما عملتوش هفضل بقى قاعد يا ريتني عملته يا ريتني عملته يا ريتني عملته، فبتخلص على على طول. طول خلاص سافر وروح. بس انت كنت عقلاني على فكره، ما برضو يعني انا اسف بس الورست كيس سيناريو بتاعك مش شحاته يعني. يعني مراتي هل بتشتغل وقاعد في البيت بتاع اهلي، فيعني اصعب بالزبط. الظروف لذيذه مش اصعب وحشه. الظروف ممكن استلف مثلا من اهلي فوق مثلا محتاج لكن في ناس ما فيش خالص. ما هي دي بقى الفكره. ما لازم تبقى حاسب الورست كيس فعلا. بس انا دي اللي بعمله ده مجازفه برضو. انا جازفت يعني، انا سبت كل حاجه ورميت نفسي في الفيديوهات، قلت بقى هفضل مركز عليها لحد ما تشتغل. وربنا وفقني يعني. ممكن برضو في حد ظروفه تانية ما الدنيا تعطل معاه شويه فاهمني. فطبعا لازم واحد يحسبها. طبعا دلوقتي السفر بيجيب بقى فلوس يعني. دلوقتي لحد ما انت الناس اللي بتسافر عموما ده سؤال برضو اعتقد ممكن الناس تبقى يعني في ناس بتفكر تخش المجال بتاع السفر وان هو يسافر ويبقى دي حياته وبتاع وتبقى ترافلر وكده. ده هيفشل والله بجد. ليه الاحباط ده يا محسن؟ حسبي الله. لان انت بتعملها عشان انت شايف ان هي شكلها حلو وبسافر وهعمل فلوس منها. هتفشل. انت لازم تكون اصلا بتحب السفر يعني. لازم يكون ده شغف ان انت بتحب السفر وبطبيعتك ان انت بتسافر حتى لو من محافظه لمحافظه او بتعمل حاجات انت بتسافر كتير. فانت هتضيف عليه، هتحاول انت تمونيتايز بقى التالنت بتاع او الشغف بتاعك، تخليها بتجيب فلوس بقى. بالظبط. جميل. بس اللي ايه ده حلوه فكره ان انا اسافر واعمل صور على انستجرام واخد فلوس، دي ما نعملها هيفشل. طب بس انت السفر ده يعني برضو عايز اسالك على حاجه مهمه قوي ككارير بقى. انا عارف انه طبعا انت كده بتعمل محتوى على اليوتيوب وفي السوشيال ميديا وده بيجيب فلوس ماشي، لكن السفر نفسه بقى يعني احنا مثلا في الحلقات بتاعه شاهين شوكاست او اي حد بيعمل كونتنت بشكل عام في رعايات للحلقات، فانت ده موجود في السفر برضو يعني؟ موجود في السفر اوكي موجود في السفر. تلاقي مثلا ممكن ابلكيشن عايز سبونسر مثلا سفريه معينه مثلا. شركه سياحه صح. اوكي عايزه تسبونسر فيديو من الفيديوهات مثلا بتاعه السفر مثلا. ده بتلاقيهم بيبعتوا لك او انت بتواصل معاهم، انا عندي هعمل كذا 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 ما تيجي نشتغل مع بعض، او هم يسالوني. جامد. وهنا طبعا ممكن نعمل اعلان رخيص، ما احنا الحلقه كلها رخص. فاحنا يا جماعه لو في حد شركه سياحه وعايزين يعملوا بارتنرشيب، بس طبعا بشرط انه احنا الاثنين يعني انا ومحسن طبعا وهنسافر مع بعض وهنعمل لكم هناك ونعمل شاهين شوكاست هناك ونفلوج هناك ونحط الحاجات كلها. المهم يعني يبقى في بارتنر. نسافر وخلاص، عايزين نسافر. طب خلينا نتكلم شويه عن السفر كحاجه بقى يعني. كل مهنه بتاثر على حياه البني ادم بحاجات، فازاي السفر يعني بيأثر على حياة الناس؟ انت اتأثرت ازاي؟ حياتك اتأثرت ازاي بالسفر؟ الناس عموما ولا انا شخصيا؟ انت طبعا انا عارف انه في حاجات جنرال بتحصل للناس اللي بتسافر، بس انت كمان ايه اللي اثر عليك يعني؟ بص هو انا يعني بحس يعني السفر خلاني بني ادم تاني في كل حاجه. انا زمان مثلا زمان قوي بقى قبل الجامعه والامريكان بقى والفشل ده، يعني كنت من نوع من الناس اللي هو هادي، ما بتكلمش، ما عنديش صحاب اصلا، بتكسف من كل حاجه، بحرج من كل حاجه، عارف انت؟ عارف. فده كان يعني كان مضايقني ان انا دي كانت شخصيتي، بس ما كنتش عارف اعمل ايه، فكنت بتعامل ان هي دي حياتي وخلاص. لحد بقى ما موضوع السفر ده بدا يجي وقت ان انا اسافر، ده غيرني 180 درجه. يعني ما كنتش عارف اتكلم مع حد كده زي ما بكلم معاك، هتلاقيني ساكت مثلا، بكسف ووشي احمر وبتاع. اوكي. السفر بقى من كتر ما انا كنت بسافر، كنت كتير بسافر لوحدي، وبدات ان انا عشان طلعت بره يعني مش عارف بقى هي اسمها كومفورت زون ولا ايه بتاعت مصر، اللي هو عارف انت بتبقى قاعد في مكان عارف ان الناس عارفاك ان انت هادي، فانت مش عارف خلاص بقى انا هادي، هم عارفين انا هادي، فخليني في الزبادي، فخليني هادي. بس لما بسافر الناس مش عارفاني اصلا. اوكي. وممكن اعمل اي حاجه محدش هيقول لي حاجه، لان محدش عارف انا مين ولا عارف هم مين. فبدات كده، هي فعلا بدات كده، بدات ان انا بقى على اعود نفسي ان انا اكون على راحتي بالزياده، واتكلم مع الناس بزياده، وقوي بالانجليزي بتاعي عشان اعرف اتكلم الناس والكلام ده كله. فهو السفر اللي غيرني في الحته دي، وبنالي الشخصيه اللي كانت جوه بقى اللي ما كانتش ظاهره. طلع احسن ما جواك، خلينا نقول كده. يعني هو ما غيرنيش،
يعني انا برضو هادي. اوكي. يعني في حياتي يعني بعد بغير الفيديوهات بقى والناس وبتاع برجع البيت بقى قاعد اكون مع نفسي كده اتفرج على حاجه وفاهم جنب الحيطه وبتاع. بس طلع حته جواك انت ما كنتش ما كانتش موجوده في الطبيعي بتطلع يعني. ما كانتش تطلع في الطبيعي. حلو يعني أوي. انا كنت ببقى يعني يعني ساعدني ان انا ايه اكتشف نفسي كمان واكتشف انا بحب ايه واتكلم ازاي وفاهمني. مهم. ف فالموضوع ده تغلبت عليه بقى بالسفر ان انا رميت نفسي بقى في ايه كده. ايه ايه كمان من فوائد السفر لو حد بيسافر؟ لا فوائد سفر بقى كتير جدا، بس اهمها بقى ان بتفتح مخك بطريقه مش طبيعيه. طبعا. بتتقبل حاجات انت عمرك ما كنت تتقبلها ايا كانت هي ايه. ثقافات ثقافات وعادات وتقاليد يعني مش عايزين نقول اكزامبلز كده تخض عشان انت الناس. بتجربها بتعيشها. بتجربها وبتشوفها كتير. اوكي. يعني احنا مثلا في بلدك ان كان انت بلدك من اني بلد بيقولوا لك معلومات معينه فانت خلاص عارف ان ده الصح وده الغلط وما ينفعش نطلع يعني نطلع بره الموضوع ده. تشوف بره الناس متعامله عادي مهم. بغض النظر ده صح ولا غلط، اوكي. بس كل واحد بيتعامل عادي محدش بيقول حاجه، فبتبدا ان انت تتقبل ان دي حياتك ودي شخصيتك واعمل اللي انت عايزه مش وكل دعوه. واحد في حاله يا محي. انت في حالك وانا في حالي. فدي اجمل حاجه ان انت في حاجات بتشوفها ما يعني في العادي عمرك ما هتتقبلها، بس مع الوقت تلاقي العادي. واهم حاجه تحترم الناس. اوكي. ان في ناس تروح بقى تسف بقى على الناس اللي بتعمله ده وبتعبدوا بقر ولا بتعملوا ايه فاهم، فقعد بقى سيف عليه وهي انت مالك هو يا عم دي حياته فانت أوكي. بتسيبه وانت في حالك وانا في حالي بالظبط. اوكي. وبتكلم معاهم عادي. يعني ممكن مثلا حد يشوف بيعمل حاجه غريبه لا انا مش هتكلم معاه ده ما بيعبدش ربنا ده ما اعرفش ايه مش هتكلم معاه. مهم. يعني انت انا ماليش دعوه يعني ده انا فاهم شخصيا قصدك فاهم قصدك. انا شخصيا بتصرف كده انا ماليش دعوه انت بتعمل اللي انت عايزه، بس لما هنتكلم معاك هتكلم معاك لو فضلنا قاعدين في قعده هنتكلم مع بعض. هتسالني عن حاجه هحكي لك هحكي يعني لك عادي وعاملك اكنك حد اعرفه جاري في اي حته كويس. هتكلم عادي جدا. كويس. وده على فكره جزء من اللي انت يعني برضو في حته انه انت في حاجات هتكتسبها كويسه من ثقافات اخرى وانت كمان هتدعو الناس لحاجات كويسه في الثقافه بتاعتك بالظبط. او توري الناس حاجه معينه في ثقافتك او في دينك او في البريفرنسز بتاعتك بشكل عام من غير ما تروح تقول لشخص تفرضها عنها. عليه. مش كل الناس بتعرف تقول اصلا يعني لو حتى في الدعوه اي حد بيدعو وبيعمل حاجه معينه لثقافه معينه لدين معين بيبقى دارس ازاي يعمل ده. مش شرط كل الناس تبقى بتعرف تعمل ده. فدي حته طبعا طريقه الشرح عموما. فهمتك. يس فهمتك. فهو موضوع متبادل. انت بتتكلم معاه بتشرح له مثلا انت فعلا ثقافتك عامله ازاي وعاداتك وتقاليدك وهو بيشرح لك حلو قوي. انت متجوز بقالك قد ايه تقريبا؟ 2016. بتحب مراتك؟ استغفر الله العظيم. اعوذ بالله من الو. حسبي الله ونعم الوكيل. عمرو شريف هو اللي اصابنا باللعنه دي. قعد في الحلقات بتاعت سيزون كلها يسال الناس انت بتحب مراتك؟ انت شفت الحلقات بتاعت عمرو؟ وبعدين جيت رحت معاه رمضانين ورا بعض، فمره حرقني في المطبخ وولعنا فيه والمره التانية انت تحب مراتك وراح مكهربني بسلكين كده كهربا. حسبي الله ونعم الوكيل. احنا اسفين يا محسن على حياتك. طب انت متجوز بقالك قد ايه تقريبا؟ 2016 كده بقى. احسبها بقى. عيد انت. 6. الجواز بيأثر على السفر وممكن نشيلك الحته دي لو ما تأثر على علاقتك. نجرب. نجرب ولو ما عرفناش نشيل. الجواز عموما الجواز بيأثر طبعا على السفر. مليون ديشليون في المية. كويس. هو في رقم ديشليون؟ لا مش عارف. مهم تقريبا لا. انا كنت بسقط في الرياضه والكيمياء. انا رياضه وفيزياء. اوكي. طبعا بيأثر في العادي بس يمكن انا حالتي مختلفه شويه. يعني احنا عندنا مثلا في البيت الموضوع فلكسبل جدا. اوكي. وقت ما هكون انا عايز اسافر هسافر، وقت ما هي عايزه تسافر مثلا هتسافر عادي. اوكي. انا هسافر هي مثلا قاعده مع اهلها مثلا وهي هتسافر انا قاعد في البيت عادي. فاحنا ما عندناش المشكله دي قوي. فبحس ان انا حظي حلو في الحته دي الحمد لله. ان بس هي انت هتسافر ماشي لكن هي هتسافر قصدك لوحدها ولا مع اصحابها؟ اوكي. يعني السفر يعني بشكل عام في السياق بتاعه يعني ان هي تبقى ايا كان اوكي. او حتى لو عايز تسافر لوحدها عايز تجرب تكتشف العالم وتسافر لوحدها. مش بتخاف يا ابني عليها يا ابني تخطف ولا ما هي دي ما ده اللي احنا كنا بنقوله في الاول. اوكي. يعني احنا عايزين انت اللي بتخوف الناس كده من السفر. ايوه معلش انا جاي ابوظ الحلقه. لا والله اصل انا مثلا انا شخصيا بتكلم عن نفسي. انا لا انا ما اقدرش مثلا اسيب مراتي تسافر لوحدها. احس ان لا يعني هخاف عليه يعني
في شويه ما هي- ريستريكشنز انا متعود عليها، ما اعرفش هي دي بقى يعني. الفكره. أوكي. على فكره الموضوع ده برضو بيأثر في وانا الاولاد، متقبل اللي انت الموضوع بتقوله على بيأثر فكره. في الاولاد جدا. مهم. يعني انا عندي بنت اسمها ايه؟ نادين. اوكي. اه وبمرن نفسي ان انا ما اكونش بروتكتيف قوي عليها، اديها مساحتها على الاخر. اوكي. ليه بقى؟ ممكن نتكلم فيها دي لو طبعا ممكن. حلو. بس انا بحاول ابقى فلكسبل على قد ما اقدر. انا عندي اسباب معينه ممكن اقولها لك عادي، طبعا. ولا نكمل؟ كمل في يعني حتة؟ براحتك، انا بس عايزك تكمل الجواز، الحته بتاعت الجواز آه، الاول، وبعد كده عشان نروح ما للحته بتاعت نلخبطش. البروتكشن دي. كنا بنقول ايه بقى في الجواز؟ احنا الجواز بيأثر على السفر. مم. فانا كنت بقول فانت قلت ان الجواز بيأثر على السفر، فانا انت ان انا عندك بشجعها. شوية- لا هي طبعا عايزه تسافر لوحدها، مش هقول لها لا، وهي اوريدي حتى الشغل بتاعها ممكن بيخليها تسافر مع الشغل، أوكي. فكده كده عادي. مش عايزين حد بيعينه. انا سفروني، انا اولى يا عم. فكده فالموضوع ده عادي، فده حظ فيه كويس. مش كل الناس كده يعني. أوكي. في ناس لا يعني ممكن ما يوافقش، ممكن ما ينفعش، عنده ممكن ريستريكشنز بتاعته زي هي ما حالتي توافقش كده. ان هو يسافر، لازم يبقى في البيت، ايا كان الظروف الظروف. ايه هي. بس يمكن انا يعني الموضوع مساعدني، الموضوع فلكسبل، وهو ده من الحاجات اللي انا كنت يعني مركز عليها وانا يعني بختار بتختار في برضه. الجواز بقى كويس. كويس أوي. يعني انا عارف ان انا بسافر، وعارف ان انا فدي حياتي. فرفوش واحب اروح واجي وبتاع. فلو واحده هتخليني ما اتحركش من البيت، فاحنا مش هينفع. مش صح وده وده ما يعيبهاش. هيلثي جدا خالص. طيب حته البروتكشن بقى، انت كنت تتكلم انه فكره ان حسيتك عينيك لمعت كده. انت بتقول انا مش عايز ابقى بروتكتيف قوي، او بقفل الدنيا على مراتي، مش بس مراتي عشان كمان عيالي. فانت في حته وعلى عيالي كمان. انا كان كلامي على عيالي مش مراتي. اوكي. ان انا يعني مش بروتكتيف عموما، بس هي الفكره في الاولاد، او ان انا مش عايز ابقى بروتكتيف، لان انا مؤمن 100% اي اب بروتكتيف ومقفل كل البيبان على الاولاد، المناور بتتفتح كده في مناور. عتبة الباب واسعه. كده كل لو هم بقى شايفيني ان انا بقفل عليهم الدنيا، يبقى كل حاجه هتحصل وانا ما اعرفش. اوكي. ده فانا الهدف كلام في محترم. الموضوع ده كله ان انا ابني ثقه متبادله، ان انا واثق أوكي. ان انت او انت تقدري تعملي تاخدي المسؤوليه دي كلها بنفسك، وتبقى قدها وقدود. عشان اشجعهم طبعا بالسنس يعني. تبقى عارف بقى الابعاد، ايه اللي ينفع تتاكد من حاجات معينه، بس ايه مدي الحريه حلو قوي. لحد ما، عشان ما يبقاش الموضوع عكسي. لو حسوا ان انت قفل عليهم، هيعملوا باللي هم عايزينه برضه. صح. طبعا. وشوفنا كتير. بس احسن اكون انا عارف، احسن اكون صديق، احسن اكون يتحكي لي كل حاجه واحكي لهم كل حاجه. انت الجواز اثر فيك برضو ايجابيا شويه يا محسن، حاسس خلاني بقيت اب كده شويه في نفسك. طب ما تحكي لنا انت يعني شايف بجد انه الجواز بالنسبه لك، انت اتجوزت سنك قد ايه تقريبا لو ينفع؟ انا صعب. إيه؟ تقريبا 28. كويس. انت بالنسبه لك ده كان سوتبل ايج؟ هي جت كده يعني. يعني مش ما كنتش حابب تتجوز، قصدي بدري يعني، في ساعات ناس يقولوا مش حابب اتجوز اصلا. اوكي. بس هي الدنيا مشيت يعني كده. اوكي. ندمان؟ ايه سوي يقطع تاني. ندمان؟ لا مش ندمان. انا الحمد لله زي ما قلت لك انا مش بندم على اي لا بهزر. لا عادي، ممكن يبقى في حد ندمان. لا مش عادي لو ممكن واحد ندمان ان هو اتجوز مثلا، كان نفسه يسافر اكتر، كان نفسه ما يعرفش يعمل اي حاجه. لا الحمد لله. بس انت الجواز انا شايف ما شاء الله انت يعني تأثرت بالجواز برضو ايجابيا. ف يعني انا حسيتك بعد الجواز بقيت اب يعني بقيت ايه، انت بقيت اب فعليا، بس قصدي انه اثر عليك يعني. هو الجواز خلاني ابقى معتمد على نفسي قوي زياده. يعني قبل الجواز كنت قاعد مع اهلي، فاكلي وشربي ونومي وكل حاجه اهلي يصرفوا عليا وكل حاجه. لكن لما بدات ان انا يعني مش بيصرفوا عليا، انا ساعتها كنت بشتغل برضه، بس قصدي الاساسيات انت مش مركز في الكهرباء هتيجي، الاكل اللي جاي موجود في الثلاجه، كده الاكل في الثلاجه فاهم قصدي، في الدرج. كله في السليم يعني. فالجواز خلاني لا انا لوحدي، لازم الثلاجه يبقى فيها اكل، لازم ما اعرفش تدفع ايه يعني، خلينا اركز يعني في حسابات يعني، في حسابات. حلو قوي.
بس كده خلاص. خلاص. الحسابات، هو الجواز ايه غير شويه حسابات؟ بس هنا بقى سؤال مهم، نسافر قبل ما نتجوز ولا نتجوز بعد ما نسافر؟ نتجوز بعد ما نسافر. نسافر إيه؟ قبل ما نتجوز. انا بس حاولت اتوه عشان لو في أنا حد تايه مركز أصلاً. لا نسافر قبل ما نتجوز يعني اكتر قصدك. دي رساله نوجهها من مكاننا ده. ده 100%. لو حد عايز عنده تارجت سفر كتير يخلصوا على قد ما خلاص على يقدر. طول. مش هيلحق بعد كده. طب جو بقى نسافر نسافر انا ومراتي وبتاع والعيال ده حلو بس مختلف تماما. على ارض الواقع. مكلف. لا وجميل يعني. انا يعني ممتع بس هو مختلف. مختلف. انت سافرت مع مراتك؟ سافرت يعني قصدك ايه بمختلف؟ بس عشان الحته دي يعني عكس ما بتسافر مع اصحابك مثلا او عكس ما بتسافر لوحدك. يعني انت مثلا هتسافر لوحدك ممكن هتقعد في هوستل هتاكل هتترمي مثلا في اي الشارع حاجه في أي حتة. فاهم ده افضل قاعد تاني يوم عادي. ده هندور هناكل ايه فين وهننام فين وهنقعد بالظبط فين. بقى متظبطه ومش بهدله يعني. يس. انت كنت من فتره كده بدات انت وكريم السيد والهادي عملتوا قناه جديده والاكيله وبتاع ومش عارف ايه وبعدين ايه القصه؟ بتوع الاكل. بتوع الاكل. الاكيله بتوع الاكل. بس في حلقات كان مكتوب عليها بتوع الاكل والاكيله وبتاع ولا ده؟ انا لا ده حد تاني بجد والله. ما اعرفش ايه الاكيله. لا هي بتوع الاكل هم والله ده السلوجن. طب ليه القصه وقفت؟ هي ليه بدات؟ خلينا ممكن نقول لك. هي بدات ان احنا كنا يعني انا وكريم وهادي يعني كنت تفكيرنا برضو ايه شبه بعض شويه. احنا بنعمل كونتنت ليه علاقه بالسفر والحياه والتجارب وبتاع. ولكن الكونتنت بتاع الاكل مطلوب طبعا وبيجيب مشاهدات حلوه والناس بتتابعه جامد. بس مش عايزين نزود منه في قنواتنا لان اللي بيتابعنا عشان السفر هتبقى بوظت له الدنيا. بوظنا له الدنيا. فكان الاجابه او الحل ان احنا نعمل قناه تانية. اوكي. ونشترك فيها احنا الثلاثه. وكانت الفكره بدات ان احنا كنا بنعمل الفيديو متقسم على 3 بلاد. كان هادي ساعتها عايش في دبي وانا كنت عايش في مصر وكريم في انجلترا. شفت فيديو انا كنتاكي، شفت فيديو بيتزا هات وماكدونالدز وكل يس. فكنا بدات بقى كده ان احنا بنقارن نفس المطعم بقى من ناحيه الاكل والسرعه والكواليتي والزريبه وكل حلو زريبه بس بقى كان في بقى اقبال جامد والناس كانت مبسوطه وتاني بقى وبتاع. بعد كده بقى كريم بعد كده هادي رجع مصر وكريم كان بقى بيجي وبقى نعمل فيديوهات في مصر ونسافر الصين بقى نعمل فيديوهات في الصين ومع بعض يعني كنا بنحب الصين بلد جميل يعني الصين بلد جميل واكل جميل قوي في الصين. اكتشف في حلقات دمار. ده تريقه طبعا. طبعا لا بس في اكل جامد. بس احنا كنا بنجرب الحاجات المختلفه او رجلين فراخ وبتاع. المهم فالفكره بقى بعد كده ان المشكله كانت ان احنا صعب ان احنا الثلاثه نتواجد في نفس الوقت مع الوقت بقى. يعني كنا بدأنا في 2019 لحد مثلا الكورونا مثلا وبعد الكورونا كمان يعني لحد السنه اللي فاتت مثلا. بس ايه بس دي يعني اصلا دي مشكله ان احنا الثلاثه مش عارفين ولا... نتعامل في نفس نجي في نفس الوقت. وممكن تكون اهتمامات اتغيرت شويه من بعض الناس مثلا لا عايزين يركزوا في حاجات تانية السفر اكتر عايز مثلا. فكان الحل ان احنا نوقف وانا مش عايز اوقف الدنيا. وهادي كان بيعمل اصلا فيديوهات اكل مع اخوه مع عمرو الهادي. فكان يعني كده مش فما ظبطتش ما فقلت بقى انا هكمل وخلاص. وكريم وهادي قالوا خلاص احنا هنركز كل واحد يركز بقى في قناته. وانا انطلقت بقى بتوع الاكل وغيرت اسمها. اوكي. ما بقتش بتوع الاكل او هي لسه على فيسبوك ويوتيوب هنغير اسمها بس على انستجرام وتيك توك محسن ايتس. محسن ايتس اعلان غير مسموح الاكل وبس. حلو جدا. وبدات بقى ان انا اركز اعمل فيديوهات بقى لوحدي ومن هنا انطلقت الدنيا. انت بتعمل ايه تاني جنب القصه بتاعت السفر؟ انت كده سفر واكل، ايه الحاجات التانية اللي بتعملها جنب القصه دي سواء كشغل او بيرسونال؟ يس. السفر والاكل. وانا مع نفسي بقى بقعد يعني اقعد اتعلم بقى اي حاجه جديده. يعني احب اقعد اكتشف
واقعد اذاكر واقعد اقرا واتفرج على فيديوهات مثلا. فالحاجه اللي انا مركز عليها اليومين دول التداول. يعني حاسس ان انا مبسوط بيه. عملة؟ لا مش العملات الرقميه، ايوه ايوه، اللي هو الفوركس بقى بورصة وكده. بورصه حلو قوي. حاسه ظريف جدا. ومركز معاه يعني بقالي سنتين كده 3 4. نايس. طب ايه خسرت قد ايه؟ كتير كتير جدا. الموضوع في البداية بيخسر جامد صح؟ بس هو ممتع يعني. حتى كمان انت ممكن تتعلم وبحساب تجريبي وتقعد تجرب بفلوس مش حقيقية وبتاع. فعلا انا ممتع. وتشوف بقى السوق ماشي ازاي، وليه ده سعره بيعلى وده ليه بيوطى وايه اللي بيكسب وبتاع. انا خلينا انا في حالي، انا راجل بتابع بس كده الارقام من بعيد وبجري على اكل عيشي وشركتي وحاجتي. بس يعني انا ما عنديش وقت اعمل الكلام ده الصراحه. لا ما هو صعب. هو عايز اقول لك ان هو بيجي على شغل كتير جدا يعني. انا بقعد اركز فيه كتير ساعات بالزياده يعني. انا كنت عايز اعمل قناه اصلا اسمها بابا محسن، واقعد اتكلم فيها عن حاجات ليها علاقه بالتربيه وبتاع. متاثر بالموضوع. حلو جدا، مهم جدا. طبعا مش طبيعي يعني. طبعا. لما كل ما تقرا تكتشف احنا اتربينا قد ايه، اتربينا كلنا غلط. والله بجد. يعني العادات بتاعت زمان اللي كان اهالينا مثلا او اهلي انا يعني بيربوني بيهم مختلفه تماما عن الدراسات بقى اللي طالعه يعني. اللي هو التعليم الجديد بقى او التربيه الجديده ديسيبلين بتاع. بس انا متخيل انه برضو الحياه كانت عليهم صعبه محسن يعني. برضو ممكن يكونوا ما كانوش بيطبقوا البيرنتنج تكنيكس وازاي نربي بقى زي ما قال الكتاب دلوقتي وكده. بس انا شايف ان هم كان عندهم برضو مسؤوليات في مستوى تاني غيرنا خالص. زي ايه يعني؟ انا لما سبحان الله والله النهارده كنت بدردش مع مراتي يعني فكره انه انت ممكن تبقى في حاجات معينه بتحصل جوه البيت، مسؤوليات في البيت على الام كانت بتعمل بشكل صعب قوي. دلوقتي بقت في فاسيلتيز ليها ومش عارف بقى في عندك غسالة اطباق وعندك مش عارف مين بيساعدك ايه في البيت. يعني برضو انا عارف ان مش كل الناس عندها نفس الامكانيات، بس قصدي انه المستوى كان صعب والحياة كانت اصعب عليهم وفي مسؤوليات. وهم ربونا باللي يقدروا عليه برضو. يعني انا ده برضو وجهة نظري، جنب انه طبعا فاهم انه في بيرنتنج بقى جديد والعيال اتغيرت. العيال ما بقوش زينا واحنا عيال برضو. يعني هقول لك على حاجه يعني يمكن تكونش مع اللي انت بتقوله قوي. انا بشوفها العكس شويه. بشوف ان هو زمان كانت اسهل بكتير من دلوقتي. صح. لا انا معاك، احنا كده على نفس البيج. عشان تقول ممكن تكون مكلكعه شويه. انا بحس ان عشان زمان انت اصلا عارف حدود البني ادم قدامك فين. وزمان ما كانش فيه الديستراكشنز الموجوده دلوقتي انت يعني العيال بقت اشباح. مش طبيعيه. يعني نادين عندها مثلا 2 سنين ونص بتفتح اللابتوب وتتصل بيها فيديو كول. انت شفت استبرق دخلت في الاستوديو باللابتوب وقاعده بتعمل شغل وبتاع. فاللي هو اصلا انا في ساعتها يعني اياميهم انا ما كنتش اعرف غير قناه عالم الاطفال بتفرج عليها. سينما الاطفال دي وعالم الحيوان. ايوه طبعا. ايوه صح. هي دي كانت طموحاتي وانا مستناها بالاسبوع. عالم الحيوان كان بيجي كل يوم جمعه وتفضل قاعد مستنيه بقى وبتاع. فالحياه كانت سينما الاطفال الساعه 9 الصبح. ايوه اصحى بدري. والله لا والله احنا بجد طفوله تانية والله، ليفل تاني خالص. فسهله قدامك، هو الطفل قدامك اهو مقفل عليه وبتاع. فحاسس ان هي كانت اسهل. بس دلوقتي من كتر الديستراكشن الموجوده ومن كتر الاولاد بتشوف بقى اولاد تانية من على الفيديوهات وبتاع، فبتعرف تشوف الشخصيات عامله ازاي. دماغها بتتعرض لحاجات بدري اكتر. يس انا بنتي بتقول لي هات ايباد وانت جاي اصلا. والله العظيم ولا ايباد وانا جاي. انا لو كنت بقول لبابا هات شيبسي، فاهم؟ شيبسي وده عندك كده طموح يعني. كيس شيبسي، فاهم؟ فاكر انت حوار الشيبسي اللي كان فيه كيس كاتشب اول ما نزل؟ ايوه بجد فاكر. ايوه فاكر طبعا. هتعمل طب قناه للتربيه؟ ما فيش وقت والله. نفسي عشان انا الحاجات اللي كنت قاعدين بنقراها ومراتي برضه قعدت تدرس. هي انا عرفت معظم الحاجات منها الصراحه. هي كانت بتدرس جامد بقى وخدت كورسات وبتاع، وبتحكي لي على حاجات يعني ده هو قد ايه الطفل بتأثر يعني طبعا. من كل حاجه. طبعا من اقل حاجه يعني ان انت تقول له لا ما تعملش كده مثلا، او لا ما تعيطش. ايوه انت راجل، ما فيش راجل يعيط. الحاجات دي كلها بتدمر الاولاد. لا انا متفاهم. وطبيعه العلاقه ما بين الام والاب كمان دلوقتي بالسحالات اللي بقى عايش فيها لا احنا طريقه التربيه والحياه بقت اصعب والاطفال اتغيرت طبعا. التربيه قصه كبيره. واحنا على فكره بالمناسبه احنا عندنا حاجات بتتحضر للتربيه، ممكن تبعتوا لنا برضو على الصفحات تسالوا عن برامج التربيه يا جماعه. الحلقه دي كلها ما حدش يتفرج عليها من كتر رخص الحاجات اللي احنا بنقول عليها. لو رجع بيك الزمن
ايه النصايح اللي كنت تحب تقولها لنفسك فتحب تقولها للناس دلوقتي؟ آه... رجع مين الزمن. انا ممكن اقول لك النصائح اللي اقولها للناس، بس رجع الزمن ايه اللي ممكن اغيره يعني مثلا اصلا؟ لا كنت تحب حد يقوله لك يعني ساعات، يعني قول اللي في قلبك. لا الحاجات اللي كنت احب حد يقولها لي لا ان حد الناس شجعني، او مش الناس يعني، ان هم اهلي مثلا او الناس اللي حواليا شجعوني اثق في نفسي اكتر. دي كانت الحاجه اللي كنت ممكن اكون محتاجها. يعني الثقه دي بنت مع نفسي يعني ايه، مع الوقت كمان فاهمني، مع السفر، مع ان انا كنت برمي مثلا في بلاد لوحدي مثلا مش عارف اعمل ايه، يعني بنت مع السن كمان. فدي يمكن انا كنت ممكن اكون محتاجه اكتر وانا اصغر. بس النصيحه بقى مختلفه اللي يعني اللي عايز اقولها يعني للناس، يعني هي حاجه بقولها على طول الصراحه، اللي هو انت عمرك يعني ما هتعرف الحاجه دي حلوه ولا وحشه، حلوه ولا وحشه لو عمرك ما جربت. فالناس بتبقى مثلا هل اسافر، لا تطلع حلوه لا تطلع وحشه، مش هتعرف ومحدش هيعرف. فانت لازم هتجرب الشغلانه دي حلوه ولا وحشه، او المجال ده او الكارير او الكليه دي، يعني مش هتعرف غير لازم تجرب وتقرا وتقعد مع ناس، وان شاء الله حتى لو تقعد سنه في الكليه لو اخترت ان هي دي الكليه او ومشيت 8 فيها، سنين او 8 سنين. لا الفكره بقى ان انت من اول سنه تقدر تشوف مثلا ان دي مش تيست. عاجباك، وعادي ان انت تغير. دي صعبه جدا، وعلى حسب الظروف برضو تكون اصعب، بس ان انت تاخد طريق وتكتشف ان مش هو ده الطريق وتغير، دي احنا ما بنعرفش نعملها يعني. انت انا عايز اقول لك، انا لازم اعرفك على اخويا جدا، نفس الكاركتر، بغير طريقه برضو شبهك كل 5 اصلا، دقايق. وحاجه صعبه ايه. بغير طريقه لا كل 5 دقايق. وتجاره وامتياز وهندسه وخلص واشتغل وساب يعني لا لفه ظريف يعني، شبيهه باللي انت وعمل حاجات انت وانت بتحكي انا هتجنن فاهم، وديزايننج برضه ومش عارف ايه وبتاع وحوارات، فيعني نايس. الناس تجرب، والناس تبقى فلكسبل مع نفسها ان هي عادي تغير، تجرب واهلك يدوك الثقه. كان نفسك الناس حواليك external factors هتساعدك ان انت تثق في نفسك. دي مهمه. ولو في اهالي بتتفرج يعني لازم تدوا عيالكم الحريه ان برضو ان هم يجربوا. يعني عارف فكره برضو ان اهلي كانوا لازم تخش تبقى مهندس، سخيف قوي يعني. ما اجي افكر فيها يعني، طب انتوا ليه عايزين نبقى مهندس يعني انتوا نفسهم كسبانين يبنوا ايه؟ بيت يا اخي. هم مين نجيب حد يعملها يعني. هي دي برضو يعني هو مش ذنبهم برضو، ما هي حاجه متوارثه. ايوه لازم تطلع بشهاده، اجيال ورا اجيال. شهاده. احنا خلاص يعني. فلو حسيت لو انا كنت خدت فرصتي كنت ممكن اختار حاجه احسن. لو في حد من قرايبك او مراتك او عيلتك خش يا عم. لو في حد من الناس اللي يعني قريبين منك قوي بيتفرجوا على الحلقه وعايزين نقول لهم، مش عارف اجاوب. تتخضيت لي يا عم؟ سؤال بسيط والله. لا وفي حاجه ممكن يبقى الناس ما تعرفهاش عنك، ممكن نشيرها يعني، حاجه بجد ممكن الناس قريبين منك ما يبقوش عارفينها عنك، يعني سر من اسرارك. عايز فضح، ما هو لو سر مش فضيحه، لا مش هنقول انظر قبل الحذف، مش ده خالص يعني. بس الهدف ان احنا نساعد الناس تشير حاجات عن نفسها ممكن القريبين منهم ما يعرفوش، والناس بتتفاجئ واللي حواليهم بيتفاجئوا على فكره يعني. جس وات يعني ده اللي بيحصل كل حلقه. وفكر براحتك، ده بيتشال في المونتاج يعني مش ده الوقت ده كله. هو يعني بصراحة هم يعني أنا من الناس اللي أنا ببقى حابب زي ما أنت شايف كتاب مفتوح. يعني حابب ده هعمله يعني، مش بكتم يعني. فاللي عارفني هيبقى عارف أنا بحب إيه وما مفيش أي حاجة محسن مخبيها على الناس اللي حواليك. الحمد لله. اعترف يا محسن. ما هو لو سر مش عارف أقوله، ولو قلت مش هيبقى سر. أكيد كل واحد عنده أسراره برضه، بس يعني في العموم يعني لا انا كتاب مفتوح فعلا. يا سلام والله يا محسن، نورتنا ووسطتنا وحلقه جميله وشكرا جدا. بنشكر كل الناس اللي اتفرجت علينا على يوتيوب وتابعونا على كل برامج البودكاست. ما تنسوش تفعلوا الجرس عندي وعند محسن، وتشتركوا في القناه، وتستنوا الفيديوهات اللي جايه، وتكتبوا لنا في التعليقات مستنيين مين في الحلقات القادمه. نشوفكم على خير. احبكم والله.